السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة، والنهاردة عندنا بإذن الله هنبدأ أول حلقة من ال HTML. تمام. هنتعلم بإذن الله ال HTML جنب البايثون، بحيث إن احنا نبقى بنتعلم واحدة فرونت اند وواحدة باك اند بإذن الله. فال HTML طبعا هو الفرونت اند. فالنهارده هنبدأ بإذن الله، وهدفنا من سلسلة ال HTML إن احنا نعمل موقع بإذن الله لنفسنا باسم القناة برضو. فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ كده. فأول حاجة زي ما عملنا في البايثون لازم نعمل فايل بره ونسميه HTML بالشكل ده. HTML تمام، كويس جدا. طيب بعد كده نيجي البرنامج عادي جدا، نختار لا ثواني عشان مش عايز افتح في الفايل بقى، مش عايز افتح في بايثون، انا عايز افتح فايل جديد خالص. الحل الوحيد ان احنا نسحب كده بسرعة edit folder to workspace. ماشي، فتحت انا فايل HTML زي ما انتم شايفين. طيب هعمل نيو فايل عادي جدا زي ما اتعلمنا في بايثون بقى عادي جدا. واول فايل بسم الله نبدأ نركز، هنسميه index دوت. اهم حاجة ان احنا نكتب دوت HTML عشان يفهم ان احنا هنتعامل بلغة HTML. ده اول فايل. وتاني فايل جنب ال HTML لازم ستايل، نكتب ستايل. فايل تاني اسمه ستايل دوت CSS. ال HTML هو الهيكل بتاع الموقع، اما ال CSS هو الديزاين بتاع الموقع. والمفروض ان في حاجة باذن الله هندخلها في الكورس، بس الاول نتعلم اساسيات بس ونعمل الهيكل وكده. هيبقى الجافا سكريبت عشان الحركات في الموقع والكلام ده. لكن اهم حاجه في الموقع ال HTML وال CSS يعني يكفوا جدا بصراحه. لو عايز تدخل الجافا سكريبت مش مشكله، ممكن ندخلهم في اخر السلسله باذن الله. فاهم حاجه ان انا عملت ستايل دوت CSS بالشكل دوت. فبسم الله هنيجي هنا هوت، هنكتب علامة التعجب ديت في ال HTML ونضغط انتر. طبع لي الهيكل الاساسي بتاع الموقع بتاع ال HTML. ماشي، هنعمل بس هنضغط على السبليت اديتور عشان يفتح لنا ال HTML وال CSS، بس انا عايز ال CSS الناحية دي بس. تمام كده. طيب فكده بقى عندنا ال HTML الناحية دي وال CSS الناحية دي. طيب فبسم الله اول حاجة هنعملها هو ان احنا هنربط ال HTML بال CSS. طيب فاحنا هنيجي هنا هوت. ماشي، بس احنا ايه الميتا خليها مع الميتا. هنكتب بعد الميتا هنا بس. هنيجي هنا هوت ونعمل انتر بالشكل ده. في امر كبير بيربط ال HTML بال CSS، بس في اختصار اسهل ليه، هو ان احنا نكتب لينك دوت CSS. هيكتب لي الامر ده كله اللي انا المفروض اكتبه ده. شايفين لينك ريل ستايل شيت بالستايل CSS دوت CSS. المفروض ان انا اكتب ده كله، لا انا كتبت لينك نقطتين فوق بعض CSS ربط لي الموضوع. تمام، وكتب لي هو الامر. طيب المفروض برضو ان احنا هنستخدم فونت معين في الخط بتاع الموقع. فده هنعمله ازاي؟ هنحطه برضو في ال HTML عادي. اول حاجة هنروح لمكتبة خارجية. تمام، فهنروح كده ونجيب جوجل بالشكل دوت، ونكتب عندنا هنا هو فونت اوسم CDN JS بالشكل دوت. هيظهر لنا اول موقع. طيب ف هنختار الاول اخر اصدار موجود، ولو في بيتا مختارش البيتا، اختار اخر اصدار مش بيتا، ده لازم. تمام، فانا اختار اخر اصدار اللي هو دوت. وبعد كده نيجي على اول رابط ونعمل كوبي URL من هنا هوت، وثم هنيجي عند نفس الخط دوت بس المفروض الاول ان انا اخد ده، او انا ممكن اكتب برضو تاني مش مشكلة لينك دوت CSS عادي نفس السطر، بس هاجي عند ال href هيساوي اللينك اللي انا نسخته. تمام بالشكل ده. تمام جدا.
طيب وبعد كده عايزين اسم الموقع. اسم الموقع هيكون اسمه ايه؟ ده اهم حاجة، اهم حاجة اسم الموقع. فشايفين دوكيمنت ديت انا هسميه على اسم قناة عادي جدا اللي هو لوب، سميه بالشكل ده بالشكل ده. تمام، لوب فيرس هسميه بالشكل دوت كده. تمام، فكده سمينا الموقع. باجي بعد تايتل بكتب الاسم اللي انا عايزه، وبعد كده بسيب تايتل ديت الناحية التانية. لا زي ما هي، لا لسه بقول زي ما هي، ثواني. طيب ظبطتها تاني. تمام، فكده نبقى خلصنا التظبيطات بتاعت ال HTML. تمام. تمام. طيب هنبدأ بقى نظبط ال CSS هناوت. طيب عشان نظبط ونحط الأساسيات بتاعت ال CSS هنروح برضو جوجل ونكتب، نستخدم فونت برضو اسمه بوبنز فونت. تمام، هتلاقوا الروابط دي كلها في الوصف بإذن الله. فأول موقع اللي هو جوجلز فونت هو دوت. تمام. طيب فزي ما انتم شايفين ده الفونت بتاعي او اللي احنا هنستخدمه يعني. فهضغط على جيت فونت، هضغط على جيت امبيد كود، واهم حاجة هنا هو ان انا اختار دوت امبورت، وبعدين هناخد الكود دوت كوبي كود بتاع ال HTML ونروح نحطه بعد الهيد هنا هو بالشكل دوت. وبرضو نفس الكلام هنروح جايين هنا هو عند ال CSS هنعمل له كوبي ونروح عند الستايل دوت CSS هنا هو ونعمل بالشكل ده. طيب هنا بقى هنروح مسحين هنا هو هنقول الويت بتاع الفونت، وليكن لا ثواني، وليكن خليه 400. والان كواليفاير ديت هنخليها كاستم، هنمسحها كده ونخليها كاستم عشان الكود ما يقولناش ان في ايرور. كاستم بالشكل ده. طيب الكود كده تمام جدا 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 جدا. طيب وبعد كده هنيجي تحت ال CTRS هنكتب مارجن بالشكل دوت ونحدد القيمة بتاعته ب0. تمام، وبعديه بس نخلي دي ترجع سنة صغيرة كده اهو، وبعدين هنحط فاصلة تانية، عايز الفاصلة ديت. وبعدين هنكتب البادنج بالشكل دوت، وهنخلي القيمة بتاعتها ب0 برضو. يبقى كده مارجن وبادنج. وهنيجي بقى عند هنكتب البوكس سايزنج بالشكل ده. البوكس سايزنج ايوه بقى لونه ازرق، يعني كده الكود تمام. اهم حاجة ان احنا متأكدين ان الكود تمام. وهنخليه بوردر بوكس، خليه بوردر بوكس. طيب هنا بقى هنقف شويتين. عندنا بقى احنا ليه كتبنا هنا هو بوردر بوكس؟ ليه كتبنا بوردر بوكس؟ عشان الديفولت بتاع البوكس عموما بيكون كونتنت بوكس. طب يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني انا عندي دلوقتي البادنج والبوردر لازم يكونوا داخل الويتس بالشكل دوت. طيب او بمعنى اصح لازم الشايلد كونتينر يكون جوه البيرنت كونتينر. تمام، بحيث ان النص المكتوب يكون مكتوب في اطار البيرنت كونتينر نفسه، يعني ما يكونش النص خارج بره. لكن لو انا اخترت كونتنت هيبقى الشايلد بوكس هيكون بره او فوق البيرنت كونتينر. لكن انا عايز في الاخر الاليمنت اللي انا هكتبه يكون جوه البيرنت كونتينر زي ما انتم شايفين الصورة اللي قدامكم. فعشان كده انا عملت ان هو بوردر بوكس عشان الديفولت بتاعها بيكون كونتنت، واحنا مش عايزين الكونتنت عشان هيخرب لنا الدنيا. وبعد كده هنروح عاملين سطر كمان ونكتب سكرول وبعدين شرطة behavior. سكرول behavior دوت هيبقى سموث، بس لازم هنوت ماشي سموث بالشكل دوت. وبعد كده نختم بالشكل ده. يبقى انا بكتب الحاجة اللي انا هكتبها وبعد كده بحط نقطتين، بعد كده بكتب النوع، وبعد كده بكتب اللي هي الفاصلة اللي فوقها نقطة ديت عشان تكون الدنيا مظبوطة. وبس بعدين نعمل هنا هو كنترول سيف، وهنا هو لا ثواني.
طيب عشان ما يظهرش برضو ايرور معاكم قوي في الحتة دي هنا هوت، عشان فيجوال كود يعني بعض اللغات بتبقى حساسة للمسافات والفواصل وبتاع شويتين. الفونت فاريشن settings لازم ال SLNT والويتس وال CTRS يكونوا جنبها في نفس السطر، والأحسن إن احنا نحط إن هو الفاصلة عشان ما يحصلش مشكلة. تمام. وفي السطر اللي بعدها لازم ما يكونش فيه فاصلة بعد الفاصلة المنقوطة ديت. تمام. فيبقى بالشكل ده. فأهم حاجة إن احنا نعمل سيف، نعمل كده هو، نضغط في أي مكان فاضي نعمل كنترول اس، ونعمل هنا كنترول اس عشان نسيف الكلام ده كله. وبرده ممكن نعمل سيف من هنا اهو. طيب فدلوقتي انا لو جيت فتحت ال HTML وفتحت الاندكس ده الموقع بتاعنا، بس طبعا احنا ما كتبناش فيه حاجة. بس اهم حاجة لوب فيرس مكتوب اهوت، لان انا لما جيت هنا اهوت في التايتل كتبت لوب فيرس. لسه هنظبط الهيد، لسه هنظبط البادي، لسه هنظبط بإذن الله، بس ده كان الأساس بتاعنا. فبس وصلنا لنهاية الفيديو. يعني لو ما حاسين ان في لخبطة، لان ال HTML يعني احنا في البايثون كانت الدنيا سهلة شويتين، لكن في ال HTML يعني انا حاسس ان الدنيا تكون داخلة في بعضها معاكم شويتين. فبرضو هنعمل زي البايثون، هيكون في ملخصات. الفيديو ده كله متلخص فيه صفحتين، الصفحتين دول هيتبعتوا في الوصف عشان لو في حد متلخبط في اي نقطة او بتاع يفهم اكتر. فبس هتلاقوا رابط قناة الوصف في الوصف، وروابط اللي استخدمناها سواء جوجل فونت او غيره هتلاقوا برضه في الوصف. وبس اشوفكم فيديو جديد. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة، والنهاردة عندنا بإذن الله الحلقة التانية من ال HTML بإذن الله. والنهاردة بإذن الله هنعمل الهيدر بتاع الموقع بتاعنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك، وبسم الله الرحمن الرحيم. طيب فآخر مرة كنا عملنا الأساسيات بتاعت ال HTML وأساسيات ال CSS. خلينا نطلع فوق كده أساسيات. تمام. فالمفروض إن الهيدر بتاعنا هيبقى بنفس الشكل ده المفروض. تمام. هيبقى بنفس الشكل ده بس في الموقع بتاعنا هنا. طبعا الموقع بتاعنا دلوقتي مفيهوش حاجة، فالمفروض إن احنا بإذن الله هنعمل نفس الهيدر هيبقى ده اللوجو أو اسم الموقع هنا وهنا الأقسام، ولما أقف عليها يتغير لونها من لون للون تاني بإذن الله. فبسم الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نكتب أساسيات الهيدر بتاعنا. فبسم الله الرحمن الرحيم. هيدر بالشكل ثم انتر، ثم هنكتب AHREF بالشكل ده، وهنسيبه فاضي او هنكتب ماشي، هنكتب مش مشكلة. وبعد كده هنكتب الكلاس بالشكل ده، اللوجو ماشي. ده اسم الموقع اللي هيكون مكتوب بإذن الله. فهنقول ان نوعه لوجو، نوع النص اللي احنا هنكتبه لوجو، وهنروح قافلين بالشكل ده وكاتبين اسم الموقع بتاعنا في الحتة اللي انا واقف فيها. فانا ممكن انسخ الاسم بالشكل ده، كنترول سي، واروح جاي عامل كنترول في هنا اهو كده بالشكل تمام. وبعدها اروح عامل او النافيجيشن اللي هي الاقسام. تمام. الاقسام اللي انا هعملها اسمها نافيجيشن هنا فممكن اروح عامل ناف ماشي كده، اروح كاتب كلاس ماشي يساوي نافيجيشن، وهروح قافلها بالشكل ده. او عشان هاجي تحتيها بقى هنا هعمل 3 اقسام. تمام. اي حاجه اكتبها تحت ناف هنا هيبقى هي دي الاقسام اللي انا هضغط عليها. فبسم الله هنيجي نكتب اول قسم اللي هو بس عايز سبيس شويتين كده اول قسم هكتب HREF بالشكل ده. والكلاس ماشي، كلاس هيساوي الاسم بتاع القسم، وليكن مثلا كورسز. تمام. بعد كده هروح قافل بالشكل ده، واروح كاتب
اسم القسم تاني كورسز بالشكل دوت، وهروح مكرر السطر ده 3 مرات كمان، فهروح واخده كده بالشكل ده واروح عامله 3 مرات كمان. بس عايزك بقى ايه، ايوه لا ثواني، وهنيجي من تحتيه نفس الكلام ان هو نروح عاملين الشكل ده. تمام، خليهم بس تحت بعض بالشكل ده، وهنغير هنا اهو، هنخليها ميديا هنا اهو ماشي بالشكل ده. فكده ظبطنا ال HTML في السريع. طبعا سلاش ناف ديت هتبقى موجودة بعدهم في الآخر، فهنعمل كنترول اس عشان يسيف الموضوع ده، ونروح نرستر الموقع بتاعنا اللي هو المفروض دوت المثال اللي احنا هنعمله. ايوه معرفش ايه اللي حصل، ماشي، ده المثال اللي احنا هنعمله، ودوت الموقع بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه. فالمفروض بسم الله لما اعمل ريستارت، حلو قوي، ظهر لي بالشكل ده، يبقى احنا كده تمام. طيب هنروح بقى دلوقتي للسي اس اس. السي اس اس هو الحكايه كلها، وهو الديزاين كله، هو الديزاين بتاع الهيدر كله وبتاع الموقع كله. فبسم الله هنيجي هنا اهوت وهنبدا نظبط الهيدر بلون الاول. فهنكتب هيدر بالشكل ده، ونروح فاتحين قوس زي ده، وبسم الله هنكتب الباك جراوند كولر، ونختار لون وليكن اللون دوت، ماشي. هنحاول نعمل نفس الالوان بتاعت اللي هنا بالظبط، نحاول نعمل نفس الالوان اللي هنا. يا عم خلاص يا عم، في ايه، استهدى بالله استهدى بالله استهدى بالله، ماشي. نحاول نعمل نفس الالوان اللي هنا بالظبط على قد ما نقدر في الموقع هنا اهو. طيب بعد الباك جراوند هنروح جايين كاتبين ان الويتس، ثواني عايز اكتبها بس بشكل افضل، ويتس بالشكل ده، وهنكتب ان هو 100% كده اهوت، 100%، كويس اوي. طيب وبعد الويتس هنيجي نعمل البوزيشن، والبوزيشن ديت هتبقى فيكسد. طب ايه هي البوزيشن دي او ليه فيكسد؟ بمعنى اصح دلوقتي لما يكون في شويه حاجات وانا بنزل لتحت، تمام، عايز لما انزل لتحت الهيدر ده يكون ثابت وما يختفيش، فانا بخلي البوزيشن فيكسد عشان كده. تمام. طيب الزد اندكس هنخليها اعلى رقم ممكن، مثلا وليكن 1000. تمام. بعد الزد اندكس هنعمل الديسبلاي لا ثواني، اهدى الديسبلاي خليها فليكس عشان يعني يبقى المنظر بتاع الموقع حلو، او الرؤية للموقع تبقى حلوة، ماشي، عشان ما تتعبش العين برضو. طيب وبعدها هنكتب تاني البادنج بالشكل ده. البادنج ده اللي هو قد ايه بين النص، من يعني قد ايه مسافة فوق النص وتحت النص ويمين النص وشمال النص. فهنخليه 10 بكسل، 10 بكسل هنا و10 بكسل هنا، 10 بكسل هنا. تمام جدا. طيب بعد البادنج هنعمل justify content هنخليها space between عشان يبقى اسم او اللوجو الموقع في ناحية والاقسام في الناحية التانية. فالمفروض ان احنا كده ظبطنا مبدئيا شكل الهيدر، بدأنا نظبط شكل الهيدر. فالمفروض ان انا لما اجي هنا هو ده الموقع اللي انا بشتغل عليه واعمل ريستارت. نسيت اسيب، الله اكبر عليا، نسيت اعمل كنترول سيف بالشكل ده. فطبيعي يعني ان هو مش هيعمل حاجه، فعملنا سيف ونيجي نرستر تاني.
شوفوا، هو مش نفس اللون مبدئيا. هو ايه ده؟ هو ايه ده بالظبط؟ محتاجين نظبط الوان. طيب، فالمفروض ان احنا لما نعمل سيف بالشكل ده واجي هنا يكون اللون ده اتغير. حلو اوي، اللون ده اتغير. طيب، هنكمل زي ما احنا وندخل على بإذن الله اللوجو. ندخل نظبط اللوجو. اللوجو هنكتب دوت لوجو، نشتغل على اللوجو وهنروح عاملين القوسين دول ونبدأ نشتغل. فأول حاجة بسم الله، تكست ديكوريشن. تمام، مش عايزين احنا اي ديكوريشن فهنخليه نون، ماشي، عشان ما يحطش خطوط او حاجة تحت التكست نفسه بتاع اللوجو. تمام. تاني حاجة الكالر بالشكل ده. انا كنت عامله لون ايه؟ نيجي للمثال ونشوف ان انا كنت عامله دوجر بلو. كويس جدا دوجر بلو، ماشي. ف ممكن نكتب دوجر بلو، ماشي، عشان انا عايز اعمل نفس المثال بالظبط، بس انتوا عادي تقدروا تغيروا الالوان. طيب، التكست ترانسفورم بعدها نخليه ابر كيس عشان الحروف بتاعة النص او بتاعة اللوجو تبقى كلها كابيتال. والفونت ويتس هنخليه 700، يبقى الفونت ويت الاول نخليه 700. فونت ويت، هات الفونت ويت خليه 700. تمام، عشان نظبط الابعاد بتاعة النص. والفونت سايز هنا هوت هنخليه مثلا 1.8 اي ام، او هنخليه 2 اي ام. خليه 2 اي ام، ماشي، 2 اي ام. طيب، يعني ايه اصلا اي ام ديت؟ الواحد اي ام بيساوي 16 بكسل. الواحد اي ام يساوي 16 بكسل، يعني الاتنين اي ام هيساوي 32 بكسل. تمام، فكده عملنا الفونت ويت والفونت سايز وكده نبقى خلصنا اللوجو. فنعمل لده كنترول سيف ونرجع نشوف الموقع بتاعنا، شوف ايه اللي حصل. المفروض ان ده هيتغير دلوقتي لما اعمل كده. يا سلام يا سلام يا سلام، بدأت تظهر دلوقتي ملامح الهيدر. فخلينا نرجع نكمل وندخل على النافيجيشن او الاقسام بتاعتنا اللي احنا عايزين نظبطها. فهنكتب نافيجيشن. ثواني، لا انا مش عايز الكابس لوك، ثواني. طيب، نافيجيشن ونروح عاملين قوسين بالشكل ده وهنكتب نفس اللي كتبناه هنا اهوت مع تغييرات بسيطة، نفس اللي كتبناه في اللوجو مع تغييرات بسيطة. طيب، فأنا كتبت تقريبا نفس الحاجات اللي هنا مع تغيير لون الكلر. تمام، بس الكلر لأ، الكلر أنا عايزه برتقاني. كلر معلش هنخليه طب هقول لكم حاجة عشان يعني يبقى الشكل حلو. نخلي هنا مثلا بيربل، وهنا نخليه مثلا اورانج بالشكل ده. تمام، ماشي. فالمهم التغيرات اللي عملتها في النافيجيشن عن اللوجو ان انا اول حاجة صغرت الفونت سايز، خليته 1.3 1.3 اي ام، والفونت ويت خليته 500 بحيث ان هو يكون اصغر شوية من اللوجو، وخليت البادنج رايت 50 بكسل. ولو لقيتوا فيه مشكلة خلوا البادنج رايت دي تخلوها ليفت. تمام، لانها بتختلف على حسب قعدتكم للجهاز او قعدة اتجاه الجهاز. تمام، فعشان ما تتلخبطوش لو الرايت لقيتوا شكلها مش ظابط اعملوها ليفت. فانا المفروض لما اعمل سيف بالشكل ده ونرجع لموقعنا وهعمل ريستارت
كويس أوي. لا 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 ثواني، أنا عملت إيه؟ أنا غيرت اللون. الله أكبر، الله أكبر. ثواني، أنا مكنتش عايز أغير ده، غيرت الكلر بتاع اللوجو، مخدتش بالي، معلش ثواني. طيب ظبطنا برضو اللوجو، رجعناه تاني زي الأول. فالمفروض لما أعمل ريستارت بالشكل ده تمام، الدنيا ظبطت كده تمام. طيب أنا عايز بقى إن أنا لما أجي أقف مثلا على كورسز ديت، لونها يتغير من البنفسجي للون تاني. فأنا هرجع هنا هو برضو، هرجع تحت هنا هوت وهكتب دوت نافيجيشن، نقطتين كده هوت فوق بعض، وهوفر بالشكل ده، هوفر. بعد كده نروح فاتحين قوسين، كنا بنفتح القوسين، افتح القوسين ماشي، ويكتب color بالشكل ده، وعايز اللون يتغير لي. هو المفروض ان انا كنت عامله اورنج هنا، المفروض ان انا كنت عامله اورنج، معرفش ليه هنا معمول بيربل. ماشي، المفروض ان دي تكون اورنج اصلا من الاساس، بس خلاص مش مشكلة، هنخلي دي بيربل بالشكل ده، ونخليها نوت كولر، هنخليها نوت اورنج هنا اهو. لا لا لا، انا عايز تحت بقى، حلو اوي، انا عايز تحت هنا، انا عايز تحت هنا اورنج بالشكل ده، واروح اعمل سيف تمام. فالمفروض ان انا هنا اهوت لما اعمل ريستارت واجي اقف على حاجه كويس قوي زي ما انتم شايفين، لما اجي اقف اللون البنفسجي يتغير للون البرتقاني. لما اجي اقف على اي ايقونه هنا اهوت او على اي اليمنت، اللون بيتغير من بنفسجي للبرتقاني. فالله اكبر، يعني الله اكبر، مفاجاه مش كده؟ الحمد لله، الحمد لله. بس يعني مفيش حاجه تاني، مفيش حاجه تاني. الله اكبر، خلصنا الهيدر بتاع موقعنا، الله اكبر. فبس ظبطنا الهيدر، ظبطنا اللوجو، ظبطنا النافيجيشن، ظبطنا كل الهيدر بتاعنا جميل. فوصلنا لنهاية الفيديو جاي بإذن الله نبدأ نشتغل على البادي نفسه بتاع موقعنا. بس نشوفكم فيديو جديد، والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة، والنهاردة بإذن الله عندنا الحلقة الثالثة من السلسلة بتاعتنا اللي هي ال HTML بإذن الله. فالنهاردة بإذن الله هنعمل المين بيج، فما تنسوش لايك والاشتراك، وبسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ومبدئيا لو في صوت يعني في الخلفية أو كده فأعتذر على ما بحل المشكلة ديت بعدين، بس أتمنى إنه ما يكونش في صوت في الخلفية يعني. فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. طيب فقبل ما نبدأ هنعمل بعض التعديلات على الفيديو اللي فات، وهنيجي مثلا في الهيدر هنا بالشكل ده يعني، بس عايزة قدام حبتين بالشكل ده. هنكتب -8 بكسل تمام، -8 بكسل، بحيث ان احنا لما نعمل كده اهوت ونيجي على الموقع بتاعنا ونعمل ريستارت زي ما انتم شايفين مبقاش فيه هنا اهو فراغ. فانا عايز الموقع بتاعنا يبقى بالشكل ده، وهنظبط الوان. بالمناسبة كان في خطوط تحت الحاجات ديت، انا ظبطتها برضو عن طريق ان انا جيت عند النافيجيشن وكتبت ايه بعديها، كتبت بعد النافيجيشن ايه هنا اهوت. فالتكست ديكوريشن اتطبق وبقى نون، وده ما عملتوش الفيديو اللي فات، بس ان انا افتكرت، لان احنا هنا اهوت لما جينا كتبنا الاي شرف، كتبنا هنا اهوت الاي، يعني اي تأثير عليها يطبق تمام. فبرضو عايز اظبط الالوان بتاعة الهيدر قبل ما نبدأ، يعني نخلي دوت وايت سموك. طيب فكده عملنا بعض التعديلات على الفيديو اللي فات. طيب بقى عشان نبدأ في الفيديو ده بسم الله كده، هنيجي تحت الهيدر هنا اهوت ونبدأ نكتب سيكشن بالشكل ده، سيكشن، وهنكتب كلاس، والكلاس هيبقى مين تمام. ده اول حاجة ماشي. بعد كده هنيجي نكتب ديف بالشكل ده، وبعد كده هنيجي نكتب ال H2، وهتفهموا ليه احنا بنعمل الكلام ده دلوقتي.
H2 بالشكل ده، ونكتب مثلا welcome to our site. طيب عشان تفهموا احنا هنبدأ نعمل ايه دلوقتي، فدلوقتي دوت هيبقى ال H2، وبعد كده ده هيبقى سبين لل H2 وهنفهم يعني ايه سبين دلوقتي، وبعد كده ده هيبقى ال H3، وبعد كده البوتون بتاعنا. تمام. وبعد كده السوشيال ايكونز اللي هو اضغط عليها يوديني للرابط اللي انا عايزه. تمام. فاحنا هنعملها ازاي؟ طبعا هنعمل الخلفيه دي دلوقتي وكل حاجه، فهنعملها ازاي هنشوف دلوقتي. فاحنا نيجي هنا هنكتب مثلا في ال H2 welcome to our site مثلا وليكن. طيب كتبنا welcome to our site هنا وبعد كده هنعمل BR هنا بالشكل ده. تمام. يعني بنقول له ان انت يعني انزل سطر جديد في نفس ال H او في نفس يعني الخانة. تمام. وبعد كده هنعمل سبين اللي هو ده كلمة جديدة خالص اللي هو تحت بقى، يعني هي من ضمن ال H2 بس في سطر جديد. تمام. فهنكتب سبين. تمام. طيب السبين بالظبط اللي هي دي كده السبين. تمام. يبقى دي كده ال H2 ودي كده السبين اللي احنا هنشتغل عليها، ودوت كده ال H3. تمام. طيب فهنكتب زي ما احنا سبين بالشكل دوت، وهنكتب مثلا وليكن اي حاجة احنا عايزينها. دي حاجة تعريفية بينا. طبعا احنا في اول الموقع بنعرف نفسنا للناس اللي دخلت الموقع. فده كده ظبطنا السبين بال H2 بكله. تمام. ظبطنا ال H2 بالسبين بتاعه بكله. تمام. هننزل دلوقتي على ال H3 بتاعتنا، هنكتب فيها مثلا. تمام. فكده كتبنا ال H3 بتاعتنا. تمام. طبعا هنظبطهم ب CSS وكل حاجة دلوقتي. طيب ننزل سطر كمان ونبدأ ان احنا نكتب كده اهو ايه شرف بالشكل دوت، وهنمنشن هنعمل الايه شرف، وهنمنشن الكورسز اللي هي ديت عايزين نمنشن دي، فلازم ناخدها بالشكل ده نحطها هنا عشان احنا كده بنبدأ نشتغل على الزرار بتاعنا. بعدين هنكتب الكلاس المين بوتون، حاجة نقدر نمنشن الزرار بيها بسهولة في ال CSS. وبعد كده هنكتب اللي هيكون مكتوب على الزرار نفسه اللي هو الزرار ده، هنكتب view our courses بالشكل دوت، نكتب اللي احنا عايزين نكتبه. فمثلا view كده جهزنا الزرار بتاعنا الجميل. طيب عايزين نجهز بقى السوشيال ايكونز، فهنيجي كده هنكتب div بالشكل ده، بعدين كلاس div كلاس، والكلاس ده هنسميه بالسوشيال ايكونز بالشكل دوت. بعد كده نقفل عادي، وبعد كده هنكتب الشرف كده شرف بالشكل دوت، وهنسيبه فاضي ونقفله عادي. تمام. وهنكررها اكتر من مرة على حسب الايكونز اللي احنا عايزينها او على حسب وسائل التواصل بتاعتنا. مثلا انا هكرر دي 3 مرات مثلا وليكن، فدي مرة ادي 2 وادي 3. طيب انا عايز احط رابط ليه، المفروض ان انا احط رابط لايه؟ خلينا نشوف المثال بتاعنا. هحط ايكون ديسكورد وايكون واتساب وايكون اليوتيوب. حلو جدا. طيب فالمفروض ان احنا هنعملهم ازاي؟ ان احنا هنروح عند موقع اسمه فونت اوسم، هتلاقوه في الوصف. ادي الموقع فونت اوسم بالشكل دوت، وهندخل هنا ونبحث مثلا عن الايكون بتاع اليوتيوب. هنلاقي هنا ايكونز كتير، هناخد مثلا الايقونة ديت، وبعد كده نعمل الكود اللي هنا ده كوبي. تمام. ونحطه ما بين ايوه هنحطه هنا بالظبط ما بين الاتنين دول بالشكل دوت، ونفس الكلام. وطبعا هنا هو طبعا هنحط الرابط بتاع اليوتيوب اللي احنا هنضغط عليه. تمام. بحيث انه لما المستخدم يضغط على ايقون اليوتيوب يوديه لقناة اليوتيوب.
طيب فنفس الكلام هدور على ايكون الديسكورد، انا كنت مجهزهم اصلا من الاساس، فطبعا اقدر اعمل لون عادي. يعني انا اقدر هنا اهوت اروح جاي كده واروح مختار لون من هنا اهوت وليكن ده، وبعد كده اروح ناسخ الكود تاني. فانا اصلا كنت مجهزهم فهجيبهم. طيب فانا دلوقتي عملت لهم بيست هنا اهوت، فكده نكون خلصنا ال HTML بتاعنا الجميل. محتاجين ندخل على ال CSS وهنعمل شغل كتير في ال CSS، فنركز بقى. بس اولا نشوف ايه اللي حصل في الموقع بتاعنا بعد ما كتبنا. اما نعمل ريسيت كده، طيب طبعا هو في كلام مخفي تحت الهيدر، بس لما نظبطه بال CSS هيظبط عادي جدا. بس اهم حاجة ان البوتون اهوت، وهنبدأ نظبطه بإذن الله بال CSS. بس محتاج اجيب الشاحن هنا عشان CSS هيطول جامد يعني. طيب فبسم الله نبدأ نكتب ال CSS بتاعنا. فبسم الله نبدأ من هنا اهوت. بأول حاجة هنكتبها section بالشكل دوت. نبدأ نظبط أول حاجة السكشن، نظبط البادنج بتاع السكشن أول حاجة، فهيكون 100 بكسل. لا مش عايز، ايوه، و200 بكسل بالشكل ده. كويس اوي دوت السكشن. فالمفروض ان انا لما اعمل بالشكل ده كده سيف واروح للموقع، المفروض دول يكونوا نزلوا شويتين بالظبط. حلو اوي، حلوة اوي 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 اوي. نبدأ بقى نشتغل عليهم وعلى الستايل بتاعهم. طيب فاحنا هنكتب كده دوت مين بالشكل دوت، ونبدأ نشتغل بان احنا نشتغل على الويتس. بسم الله. والويتس هيكون 100% بالشكل دوت. وبعدين بعد الويتس نروح جايبين المين هايت. المين هايت ماشي، ويكون 10 اتش. تمام جدا. هنعمل ديسبلاي فليكس. بعد الديسبلاي فليكس هنروح جايين عند الالاين ايتمز. الاين ايتمز وهنعمل سنتر. والباك جراوند اللي احنا هنحطها يعني خلفية الموقع، فهنعمل باك جراوند URL. فالخلفية ممكن تتعمل بمثلا اي ذكاء اصطناعي زي جيميناي او اي AI تاني يعني، وتعدلوا عليه مثلا ببرامج زي الفوتوشوب زي البيكس ارت. والمهم في الاخر ان هو يكون 16:9، تكون دي نسبة الصورة نفسها او ابعادها بمعنى صح. وبعد كده هتيجوا على الفولدر بتاع الملف اللي هو الفولدر اهوت، وتروحوا حاطين الصورة في الفولدر بتاع الملف اللي هو مثلا الفولدر ده. انا حاطط الصورة اهي الصورة هي بتاعت الموقع اللي انا هعملها باذن الله، حطيتها في الملف بتاع الموقع. فبعدين هاجي هنا اهوت هروح ممنشن الصورة ديت، فاكتب اسمها هتروح ظهرالي بالشكل ده. تمام. وبعدها نبدأ نظبط الباك جراوند سايز. عايزين السايز هيبقى الكفر تمام عشان تغطي الموقع كله. وهيبقى الباك جراوند بوزيشن سنتر هيكون سنتر بالشكل ده. وهنا هو بقى نقف شويتين. المفروض ان الباك جراوند بوزيشن ان انا اكتب سنتر، بس هو مادام ان انا كتبت سنتر واحدة فالتانية سنتر على طول، يعني التانية تلقائية اصلا سنتر. تمام. فانا هكتب سنتر واحدة هنا اهوت. فنكمل الموقع بتاعنا جميل. طيب هنكتب لا رجع دي هنا هو عادي. وهننزل بعدين هنا اهوت نعمل انتر. الباك جراوند اتاتشمنت بالشكل دوت هتكون في. وكده المفروض ان احنا ظبطنا الخلفية بتاعت موقعنا او الخلفية بتاعت مين موقعنا.
فالمفروض ان انا لما اعمل كده واجي اشوف الموقع دلوقتي واعمل ريستارت كده، يا سلام، نشتغل على ال H2. فهنكتب دوت مين H2 وبعد كده نبدأ نشتغل عليها. فأول حاجة الكولر، هنظبط الكولر وليكن هعمله أنا مثلا وايت سموك بالشكل دوت، أو أي لون طبعا انتوا عايزينه. وهنظبط الفونت سايز بالشكل دوت، وهنخليه 1.4 EM، وشرحنا يعني EM في الفيديو اللي فات. ان احنا قلنا طبعا ان احنا عايزين نعرف ال EM كام بكسل، نضرب الرقم في 16، لان ال 1 EM بيساوي 16 بكسل طبعا. فخلينا نكمل. فنكتب الفونت ويت بالشكل دوت. الفونت ويت هيكون 500 بإذن الله بالشكل ده. طيب فكده خلصنا المين H2. فالمفروض ان احنا لما نعمل كده سيف ونيجي نشوف الموقع بتاعنا لغاية دلوقتي، نعمل ريستارت، تمام جدا جدا. بس انا عايز اشتغل على الايجيبشن ديف اند كونتنت كريتور ديت لوحدها، عايز اغيرها لوحدها. فديت من ضمن ال H2، لكن انا هشتغل على H2 سبين، يعني بمعنى اصح هشتغل على H2 كونتينر نفسها بس على السطر التاني اللي هو ده. يعني دول كده كلهم مع بعض في كونتينر مع بعض اسمه H2، لكن انا عايز اشتغل على السطر التاني بتاع الكونتينر بس. فعشان كده عملنا سبين في الاول. فهنشتغل بقى على ال H2 سبين. فهنكتب دوت عادي H2 عادي برضو، ولكن هنكتب سبين. حلو اوي. نبدأ نشتغل على السبين. فالسبين اول حاجة هنعمل فيها الديسبلاي. هو المفروض الديفولت بتاع الديسبلاي هنا هيبقى انلاين بس، لكن احنا هنخليها انلاين بلوك عشان نقدر نظبط المارجن بتاعها. فالديسبلاي هنا هو هيبقى انلاين بلوك، تمام. بعدين هنبدأ نظبط المارجن، سواء مارجن توب او بوتوم او ليفت او رايت. فهنكتب المارجن توب هنخليه 10 بكسلز، تمام بالشكل دوت. وبعدين هنعمل الكولر، نكتب بالشكل ده الكولر هنا اهوت. فهنخليه مثلا وليكن انا هخليه عن نفسي كورن فلاور بلو، تمام كويس جدا. بعدين هنبدأ نظبط الفونت سايز والفونت ويت. فالفونت سايز بالشكل دوت هيكون 2.3 EM، تمام. الفونت ويت نفس الكلام هيكون 600، فلازم نكتب فونت ويت يكون 600 زي ما قلنا. فونت ويت هيكون 600. فكده خلصنا المين H2 سبين. حلو قوي. لما اعمل كنترول سيف واجي اشوف موقعنا دلوقتي بالشكل ده، زي ما انتم شايفين بدأت تظبط. حلو قوي. مين H3 عادي جدا. دوت مين H لا H3 بقى، احنا خلصنا 2 خلاص. ايه فالمين H3 فبرضو هنعمل الكولر بتاعه هنخليه اورنج. ليه انا اورنج؟ طبعا انتوا تقدروا تغيروا الالوان براحتكم. وهندخل بعدين على الفونت سايز عادي. فالفونت سايز دوت هنخليه ان شاء الله يعني 1.8 EM، لازم يكون اصغر شويتين، تمام. يعني خدوا بالكم من ان انا هنا هوت الاول ال H2 اصغر من ال H3 وال H2 سبين اكبر حاجة فيهم. يعني خدوا بالكم، يعني لو نرتبهم من الكبير للصغير فيبقى H2 سبين H3 H2، تمام، من حيث الفونت سايز. طب الفونت ويت، عايزين نكتب الفونت ويت، نظبط الفونت ويت. فالمفروض ان الفونت ويت بتاعنا هيكون 700. فالفونت ويت هنا هو كنا قلنا 500، بعدين كنا قلنا 500 في ال H2، بعدين قلنا 600 في ال H2 سبين، بعدين قلنا 700 في ال H3.
فلازم نلاحظ الكلام ده برضو ان هو بنكبر هنا اهوت. تمام. فخلصنا الكالر، خلصنا الفونت سايز، خلصنا الفونت ويت. الليتر سبيسنج اللي هو المسافة بين الأحرف، فدي مش هتكون كبيرة، هنخليها 1 بيكسل يعني، مش عايزينها تكون كبيرة. تمام. وبعد الليتر سبيسنج هنعمل المارجن توب 10 بيكسل. ماشي. المارجن توب نظبط المارجن هنخليه 10 بيكسل بحيث يكون في مسافة فوق الكلام 10 بيكسلز. تمام. وبعد المارجن توب هنعمل مارجن بوتوم 30 بيكسلز. هنعمل مارجن عشان السوشيال ايكونز تكون بعيدة عنه برضو. مارجن بوتوم 30 بيكسلز طبعا. ماشي. كويس قوي. فكده خلصنا المين H3. فلما نعمل كنترول سيف بالشكل ده، تعالى يا حبيبي هنا اهوت، خلينا نكمل عادي جدا جدا جدا. وهنبدأ نشتغل على الزرار نفسه او المين بوتون. مين بوتون بالشكل ده. تمام. كويس اوي. ونبدأ نشتغل عليه. طيب الكالر، مبدئيا الكالر بسم الله هخليه انا ازوري اللي هو اللون دوت. تمام. برضو الباك جراوند كولر هخليه اللي هو الباك جراوند كولر هخليه اللي هو كورن، نفس اللون اللي هو ده، كورن فلاور بلو. تمام. والتكست ديكوريشن، التكست ديكوريشن ده لازم مهم جدا ان هو يكون نون بالشكل ده. نتأكد بس ان يعني كل حاجة بتطبق. فالمفروض لما نعمل ستارت الدنيا بدأت تطبق اهي. حلو اوي. ماشي. عشان لسه بنظبطه فخلينا نكمل التظبيط ونشوف الشكل النهائي. ديكوريشن قلنا نون. الفونت سايز بالشكل ده هيبقى 1.1 EM. طبعا لو انتوا حابين تعدلوا في الابعاد مش مشكلة، بس دي الابعاد الاحسن يعني. ف 1.1 EM. تمام. يعني اكتبوا الابعاد دي احسن وبلاش تغيروا في الابعاد. فالفونت ويت هيبقى بالشكل دوت هيبقى 600. لازم نكتب الفونت ويت 600 هنا اهو. تمام. والديسبلاي هيبقى عادي انلاين بلوك برضو عشان السبب اللي شرحناه فوق في المين H2 سبين، فيبقى انلاين بلوك. تمام. وبرضو عندنا البادنج هنا بقى هيبقى رقم غريب حبتين، بس 0.9375 EM و 2.1875 EM برضو. EM كذلك. هو بعد غريب بس مضطرين نعمله، مش مشكلة. طيب عملنا البادنج ونعمل سبيسنج 1 بيكسل عادي. تمام. بالشكل دوت. بعد الليتر سبيسنج بنعمل البوردر راديوس، والبوردر راديوس ديت هتبقى 15 بيكسل. تمام. طيب يعني ايه اصلا البوردر راديوس؟ عشان يبقى فيه انحراف. يعني انا عندي هنا اهوت بالشكل ده، شايفين الانحراف دوت اللي في الزرار ده بعمله من البوردر راديوس. تمام. يعني لو اللي احنا بنشتغل عليه مفيش اي انحراف في الزرار، شايفين الزرار هنا عامل ازاي، مفيش اي انحراف. لكن انا لو جيت دلوقتي رحت عامل سيف بالشكل دوت وجينا نرستر الموقع بالشكل ده، هو بدأ يظهر زي ما انتم شايفين الحواف ظبطت ازاي. كويس جدا. طيب طبعا احنا لسه هنعمل حركات دلوقتي وبتاع، فبالشكل ده خلينا نكمل. طيب فبعد البوردر راديوس هنعمل المارجن بوتوم عشان زي ما احنا شفنا دلوقتي السوشيال ايكونز لازقه فيه، فهنخلي فيه مسافة 40 بكسل تحته، ف 40 بكسلز بالشكل دوت. وبعدين المارجن بوتوم هنعمل ترانزيشن اللي هو هخلي الزرار مثلا يتقدم لقدام زي كده.
يعني لو جينا ده، شايفين الزرار لما اقف عليه بيتقدم لقدام ازاي وبيتغير لونه؟ الترانزيشن هنخليه يتقدم لقدام، وبعد كده هنشوف اللون يتغير ازاي دلوقتي. فالترانزيشن بالشكل ده هنكتب 0.7 seconds، واسم الترانزيشن اللي هو ease. ان احنا لازم نعمل الدوت مين بوتون، او هنعمل هافر بالشكل ده، هافر بالشكل دوت، ونعمل القوسين بتوعه كويس جدا جدا. وهنعمل الباك جراوند كولر اللي هو لما اقف عليه يتغير لي اللون اللي انا عايزه، وليكن مثلا الكورال، انا عايز لون الكورال. وبعدين هنعمل الترانسفورم، ايوه الترانسفورم ديت هي اللي هتخليه يشتغل بقى. الترانسفورم هنعمل سكيل، ترانسفورم سكيل 1.1 اللي هو هنقول له ابدأ اتحرك بقى. لا 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 1.1 عادي، 1.1 عادي. فدي اللي هتخليه يتحرك. فكده المفروض ان انا لما اعمل سيف تمام، الترانزيشن اللي هو هيتحرك في وقت قد ايه، الترانسفورم اللي هو شكل الترانسفورم هيبقى عامل ازاي. فالمفروض ان هنا اهو بالشكل ده دلوقتي مفيش حاجة، فانا عشان انا معملتش سيف فكنترول سيف طبعا ماشي. والمفروض كمان ان انا ارستر الموقع تمام. لما اجي اقف عليه دلوقتي، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله اكبر الله اكبر، كويس اوي اوي اوي. فاضل لنا اخر حاجه وهي السوشيال ايكونز ديت نظبطها. طيب نظبط السوشيال ايكونز اخر حاجه عندنا النهارده. التسجيل قد ايه اصلا والله ما اعرف، وصلنا 47 دقيقه. 47 دقيقه، ده انا هعاني في المونتاج. فاخر حاجه السوشيال ايكونز دوت سوشيال ايكونز زي ما كتبنا كده اهوت. وبعد السوشيال ايكونز امال هنعمل ايه في الفيديوهات الجايه؟ الفيديوهات الجايه لسه الشغل كبير، لسه هنكتب الكالر بلو، نكتب الكالر بلو بالشكل دوت. وبعد الكالر بلو هنعمل الفونت سايز، الفونت سايز وهيكون 1.7 EM تمام. واخر حاجه رسميا هي البادنج رايت. البادنج رايت هنا اهوت، والبادنج رايت هيكون 30 بيكسلز بالشكل دوت. بس ايه ده؟ ايه اللي انا عامله هنا؟ المفروض هنا دوت. ايوه مش عارف اقولها لكم ازاي، بس احنا خلصنا الله اكبر، خلصنا اخيرا. فكنترول اس. فخلينا نشوف بقى، نشيك على المنظر النهائي كده اهوت، نعمل ريستارت. يا سلام، خلصنا فتمام جدا. فبس وصلنا لنهاية الفيديو، استنوا الفيديو الجاي قريبا جدا جدا جدا. مبدئيا هنا الطبيعي ان الخلفية تكون يعني ابيض كده اهوت تمام، عشان هنشتغل على حاجة مهمة وهتعرفوا ليه الخلفية بيضة المرة الجاية. قبل ما اقفل بس، الاكواد دي كلها كاتبها في 4 صفح، فكالعادة هبعتهم على قناة الواتساب، هتلاقوا الرابط بتاعها في الوصف. وبس اشوفكم فيديو جديد، سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد وحلقة جديدة. والنهاردة عندنا بإذن الله الحلقة رقم 4 على ما أظن. يبقى الحلقة رقم 4، لأن الحلقة اللي فاتت كانت الحلقة 3 اللي خلصنا فيها المين بودي بإذن الله. والنهاردة بإذن الله هنبدأ نشتغل على الأقسام بإذن الله. فهنبدأ نشتغل بعض الأقسام ونظبطهم، فما تنسوش اللايك والاشتراك. وبسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا كالعادة رابط قناة الواتس في الوصف اللي عليها الملخصات. وبرضو عملت سيرفر ديسكورد يعني لسه بيتظبط، بس هتروحوا لروم اسمها كود ريفيو، هتلاقي فيها ملحوظات مهمة عن ال HTML وال CSS، مهم جدا 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 تروح تشوف تمام. فيها فروق بين الأكواد والكلام ده كله هتلاقوه هناك. والسيرفر بإذن الله هيساعدكم، بس هو لسه بيتظبط حاليا، فهتلاقوا برضو الرابط بتاعه في الوصف. فبسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين. طيب يعني ده موقعنا، وقفنا لغاية إن إحنا عملنا المين بودي نفسها.
فالنهارده باذن الله هنظبط الكورس ونظبط البروجكتس ونظبط الكونتاكت برضه في نفس الصفحه. وباذن الله الفيديو جاي هنعمل الفوتر وهنخلي الموقع ريسبونسيف. يعني ايه ريسبونسيف؟ هتعرفوا باذن الله ايه الفيديو جاي. طيب فبسم الله نبدا كده اهوت بالقسم بتاع الكورسز. فننزل جنب السكشن ديت او تحتها بمعنى صح بقى. فبسم الله هنكتب سكشن لان احنا هنعمل سكشن جديد خالص. والسكشن هيبقى الكلاس بتاعه كاردز. تمام. وهنروح جايين هنكتب الاي دي يساوي ان احنا هنعمل الكورسز دي، ان احنا هنشتغل على الكورسز بالشكل دوت عشان نعرفه ان احنا بنشتغل على الكورسز. ماشي. وبعدها هنيجي نكتب H2 بالشكل دوت. بس انا مكنتش عايز اقفلها، كنت عايز اكتب كلاس برضو، لازم مهم الكلاس قوي. تمام. وهنكتب الكلاس تايتل وهنفهم ايه هو التايتل دلوقتي حالا. وبعدين هنروح كاتبين ان التايتل ده سيز بالشكل ده وال H2 اتقفلت خلاص. تمام. بعد كده هنروح كاتبين هنعمل ديف والديف ديت هيبقى الكلاس بتاعها، هيبقى الكونتنت او المحتوى اللي احنا هنكتبه. وبعد كده هنيجي نعمل ايه؟ بسم الله نبدأ نعمل كود. فهنكتب اول حاجة هنا هوت div class. ماشي. div class وهسميه card. هسميه card لان احنا بنعمل كارد دلوقتي بنشتغل على كارت معين. وهنروح قافلين الدفاية ديت. وبعدين هنيجي نكتب تحت هنعمل ايكون div. ماشي. كلاس هيساوي ايكون، هنشتغل على الايكون. وبعدها هنروح كاتبين الكود بتاع الايكون. فهجيب الكود بسرعة. طيب فدلوقتي ده الكود بتاع كده البايثون مثلا، وليكن هنعمل كارت خاص بكورس البايثون. تمام. لان احنا عارفين ان احنا الموقع، يعني الموقع ده باذن الله هنعمله موقع كورسات. بعد كده هنروح قافلين الدفاية. خلاص قفلنا الدفاية اهيت. وبعد كده هنعمل ديف الانفو. مهم اوي ديف. ماشي. كلاس انفو. ماشي. الانفو ده اللي هو عبارة عن ايه؟ يعني عبارة عن ايه الحاجة دي؟ ماشي. يعني الكورس نفسه بيتكلم عن ايه المستخدم بيعرف من خلال الانفو. قافلينها كده اهوت. وهنعمل تحت H2. تمام. او H3 تبقى H3 مش H2 لان احنا مش هنعمل H2 H3 على طول. وتحتها ايه؟ هنعمل حاجة اسمها B. فال H3 هتبقى عنوان الكارت. فهنكتبه بايثون بالشكل ده. وبعد كده هنيجي نعمل describe او بمعنى اصح حاجة اسمها B. وهنكتب مثلا هجيب الكلام اللي انا كنت كاتبه قبل كده. طيب فانا كتبت الكلام الطويل دوت. بعد كده الديف دي بتاعت ايه؟ بتاعت الكلاس. نتأكد بس ان الديف صح. يعني هنا بتاعت الانفو وهنا بتاعت الايكون ودي بتاعت الكارد. تمام كده. ودي بتاعت الكونتنت. حلو. هنيجي بقى من عند الديف اللي بتاعت الكارد هنيجي بعدها كده اهوت وهنكرر نفس الكلام ده تاني على حسب عدد الكروت اللي احنا عايزين نعمله. فانا مثلا هعمل 3 كروت. بس انا ذكي ومسحت كل ده. الله اكبر. طيب كتبتهم تاني. فهنيجي من بعد الديف بتاعت الكارد ديت نروح عاملين انتر. وبرضو نتأكد الديف بتاعت الكارد عشان ايه الكروت ما تدخلش في بعضها. كده عملنا 3 كروت بس. هنغير بعض الكلام بس. فالحمد لله ظبطت الكلام
فده لغايه دلوقتي اللي موجود. قلت ان عندنا كورسات زي البايثون، زي ال HTML وال CSS واكتر. تمام. فكده دي الكروت بتاعتنا، ولكن عايزين نظبطهم بقى بال CSS الجميل. طبعا انت ممكن تعمل اكتر من كارت عادي، بتكرر نفس ال HTML بتاع الكارد نفسه اكتر من مره عادي جدا جدا جدا. لكن خد بالك الديف بتاعت ايه، سواء ديف الكونتنت، لازم ان انت تكتب الكارت الجديد بعد الديف بتاع الكونتنت زي ما انا عملت. لازم اتاكد عشان الكروت ما تدخلش في بعضها. طيب فبسم الله نبدا في الكروت، والكروت ديت هيبقى اطول CSS فيها. فنركز كده اهوت. على فكره لو خلصنا دي هيعتبر خلصنا جزء كبير جدا من الفيديو. تمام. لان في حاجه قسم البروجكتس هحط كود مؤقت. تمام. وابقوا فكروني ان احنا لما نعمل مشاريع في بايثون او حاجه ارجع احطها في الموقع واقول لكم ازاي بنعمل كروت خاصه بالبروجكتس في الموقع بتاعنا. بس الاول عايز نبقى نعمل مشاريع في البايثون باذن الله وغيره. طيب فبسم الله نبدا نكتب اول حاجه دوت تايتل بالشكل ده. نبدا نشتغل على التايتل. اول حاجه هنكتب الديسبلاي هنخليه فليكس. تمام. الجاستيفاي كونتنت هنخليه سنتر. الحاجات دي عدينا عليها كتير. عندك الكولر هخليه بلو. الحاجات دي عدينا عليها كتير، فاللي عدينا عليه كتير هعديه بسرعة. الفونت سايز هخليه 2.2 EM. تمام. الفونت ويت هيبقى 800. فونت ويت 800. تمام. ودي اخر حاجة المارجن بوتوم. تمام. هيبقى مارجن بوتوم نحدد بالشكل ده افضل، هيبقى 30 بيكسلز. كده خلصنا التايتل. تمام. وفي فرق بين المارجن والبادنج، ودي انا مذكرتهاش في الفيديوهات اللي فاتت. فالفروقات اللي زي ديت هتلاقوها في سيرفر ديسكورد زي ما قلت في اول الفيديو. تمام. ادخل عليه هتلاقي الفروقات ديت انا كاتبها في فورم اسمه كود ريفيو. تمام. كده خلصنا التايتل. خلينا ندخل على الكونتنت نفسه. طيب فهنكتب دوت كونتنت. طيب اول حاجه هنخلي برضو الديسبلاي فليكس بالشكل دوت. بعدين هنعمل جاستيفاي كونتنت هنخليه برضو سنتر. تمام. وهنعمل حاجه اسمها الفليكس دايركشن. نركز هنا اهو. الفليكس دايركشن هعملها رو. ليه الرو هخلي كروت فيه صفوف مش فيها عواميد. تمام. لو عايز تخليها عواميد يبقى تكتب كولوم. تمام. كولوم اللي هي ظهرت هنا اهو، اللي هو انا لو مسحت دي لما ظهرت من شويه حاجه كولوم كده. بصوا يعني انا همسح ديت واكتب فليكس دايركشن هتلاقي حاجه اسمها كولوم. ايوه اول واحده دي، لا انا خليها تالت واحده اللي هي رو. تمام. بعد الفليكس دايركشن هنعمل فليكس راب. تقدمي شويتين فليكس راب بالشكل ده. وهنا هو الفلت بتاعها نو راب، بس احنا هنخليه راب. طب يعني ايه اصلا من الاساس؟ يعني لما انا اسحب الشاشه، تمام، الكروت تبقى على قد الشاشه. يعني ما الاقيش كارت مثلا اختفى، لا الكارت مش لاقي مساحه وانا بدايق عليه المتصفح الاقي الكارت نزل تحت. يعني بص دلوقتي انا جيت لي هنا هو مثلا ده الموقع بتاعنا. طيب انا هنا اهو لما انا هكون بزقه كده شايفين بدأ ينزل ازاي؟ الكارت ما بيختفيش. طبعا الكارت ملوش حواف، احنا لسه هنعمل حواف طبعا يعني. فده عشان كده خليت هنا الفليكس راب. تمام. طيب وبعدين عشان نسيب مسافة بين الكروت هنعمل حاجة اسمها جاب بالشكل ده، ونعمل 20 بيكسلز بالشكل ده. وكده نكون خلصنا الكونتنت كويس جدا.
هنبدأ بقى نشتغل على الكارد نفسه، نبدأ نشتغل على الكارت نفسه ونعمل له الحواف وكل حاجة. فهنكتب دوت كارد وهنا نركز شوية عشان في كلام كتير. تمام، نركز هنا شوية. طيب الباك جراوند كولر أول حاجة هنخليها وايت، يعني مش هنتفلسف فيها قوي. تمام، بعد الباك جراوند كولر هنعمل الويتس. تمام، هيبقى 21.25 EM. تمام، وبالمناسبة عايز اجي هنا اهوت عشان متحصلش بس مشاكل، اخلي الويتس خليه هنا في الكونتنت 100% عشان ما تحصلش مشاكل. ونرجع للكارت. بعد الويتس نكتب البوكس شادو. نركز بقى، البوكس شادو. اوكي، طيب هكتب قيمة معينة وهشرح يعني ايه. فهكتب 0 5 بيكسلز 25 بيكسلز 25 بيكسلز RGBA. المفروض نفتح قوس كده اهو، وهنعمل 1 لا كتبت 1 اصلا 1.1.1 وفاصلة 15 من 100 او 15 في المية. طب ايه الصفر الكبير اللي انا كتبته ده؟ طيب اول قيمة خالص اللي هي الزيرو، يعني انت عايز الشادو دوت فوق ولا تحت؟ ماشي، فوق يعني بالموجب وتحت يعني بالسالب اكيد. يعني 5 بيكسلز برضو يمين ولا شمال؟ طبعا انا خليتها يمين فعملتها بالموجب، لو عايز اخليها شمال هخليها بالسالب. طيب ال 25 بيكسلز برضو ديت ال RGBA. ال RGB الاول ريد وجرين وبلو. تمام، يعني دي الالوان نفسها. الاي ديت اللي هي الالفا، فانا كتبت الريد عايز من 1، الجرين عايز من 1، البلو عايز من 1، بحيث ان الثلاث الوان دول لما يجتمعوا مع بعض هيعملوا اللون الاسود. تمام، والالفا اللي هي الاي خليتها 15% وديت الشفافيه. فده كده البوكس شادو. بعد كده هنكتب البوردر راديوس، عايزين البوردر راديوس، وديت الحواف بتاعتها. او ديت برضو كنا قلنا الحواف ان هي تخليها تعمل حواف، اظن قلناها الفيديو اللي فات. فهنعمل 10 بكسلز بالشكل دوت. بعدها البادنج 25 بكسلز 25 بكسلز. تمام، بعد البادنج هنعمل مارجن 15 بكسلز، مارجن 15 بكسلز. تمام، ده هنيجي الترانزيشن. طيب وهنعمل 0.7 ايز زي ما عملناها المرة اللي فاتت. خلصنا الكارت. تمام كده. طبعا في فرق هنوضحه اكتر باذن الله في الديسكورد. في فرق بين الترانزيشن والترانسفورم. تمام، الترانسفورم هو اللي بيخليه يتحرك اصلا. تمام، لكن الترانزيشن بيقول له ان انت يعني اتحرك ببطء قد ايه او بسرعه قد ايه. فبعدها هنكتب كارد دوت هافر، ماشي، عشان الحركه تتطبق او نقول له اتحرك اساسا زي ما انا قلت. فهنعمل الكارد هافر عشان هنا هو هنحط الترانسفورم. فكده كارد هافر. تمام، وهنكتب الترانسفورم اهيت سكيل، ونعمل قوسين كده اهوت 1.1 سكيل ثواني. تمام، فكده عملنا الكارد هوفر. مش عايزين نتغير اللون لما نقف عليها وتتحرك، مش عايزين نتغير اللون فما كتبناش لون. طيب هندخل على الدوت انفو الشكل دوت، وهنخلي التكست الاين سنتر. تكست الاين الكلام بتاع الانفو هنخليه في النص. فالتكست الاين عايزينه سنتر بالشكل ده. خلاص خلصنا الانفو، يعني جزء سريع كده اهوت. برضو الايكون هنشتغل عليها
القرار انا عن نفسي اخليه لايت سكاي بلو. سكاي بلو اللي هو اللي تحت دوت. تمام، لايت سكاي بلو. وبرضو هنكتب الفونت سايز. الفونت سايز هنخليه 8 ام بالشكل دوت. وبرضو هنعمل التكست الاين سنتر. تكست الاين سنتر بالشكل ده. طيب فعملنا التكست الاين عشان يبقى برضو يعني هيعتبر ان الايكون ده تكست. تمام. طيب اخر حاجه نشتغل عليها وهي دوت انفو اتش 3. تمام، دي اخر حاجه هنشتغل عليها. فالكلر، الكلر هخليه بالنسبه لي انا هخليه بلاك عادي جدا. وبعد كده هنخلي الفونت سايز 1.2 اي ام. الفونت سايز 1.2 اي ام، يعني دي الابعاد اللي هي كويسه. فلو عايزين تعملوا نفس الابعاد مش مشكله. فالفونت ويت برضو هيبقى 700 بالشكل ده. تمام. والمارجن اخر حاجه فيه بالنسبه للقسم دوت. بالنسبه لقسم الكورسز المارجن هيبقى 10 بيكسلز بالشكل ده. نعمل سيف. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. المفروض لما اعمل ريستارت كده كده في حاجه غلط. بصوا انا هنا اهو كتبت ديف دوت كلاس كارد مرتين عشان كده. تمام، كده الدنيا ظبطت. في كده لما نعمل ستارت بس كده الدنيا بقى كده دول مش داخلين تحت الكونتنت برضه في مشكلة يا ربي. طيب فكده خلصنا القسم الأول اللي هو كورسز. خلاص الحمد لله. طبعا هو يعني المفروض إن الفليكس دايركشن يشتغل بس هو كده مش شغال لأن الشاشة مش كبيرة. لو الشاشة كبيرة هتلاقي الكروت في صفوف عادي جدا جدا جدا. تمام، ولكن احنا عشان الشاشة صغيرة فكأني مش عامل رو أصلا، كأني مش عامل الفليكس دايركشن رو أصلا. الفكرة بس إن في حاجة أنا زودتها برضو عشان خدت بالي، وإن أنا حطيت هنا اهوت اس. تمام، لأن أنا لو كنت شلتها كده اهوت الترانزيشن ما كانش هيظبط. يعني بصوا لو عملت ريستارت كده بصوا بيطلع على طول ازاي، ما كانش هيظبط. يعني كان لازم احط الاس بالشكل ده كده. تمام، علشان يظبط. يعني دلوقتي لو جيت عملت ريستارت زي ما انتم شايفين ظبط. تمام، فدي كانت حاجة أنا ما ضفتهاش وضفتها دلوقتي. طيب بالنسبة للقسم بتاع البروجكتس فأنا عملت كود مؤقت هبعته على سيرفر ديسكورد برضو بإذن الله. تمام، على ما نبقى نعمل مشاريع، وبعدين أقول لكم إزاي نحط المشاريع بتاعتنا على الموقع بإذن الله لما نعمل مشاريع في بايثون قريب أو حاجة بإذن الله. تمام، فأنا كده زي ما انتم شايفين وهتلاقوه موجود في سيرفر ديسكورد وعلى قناة الواتساب عادي. وده هيكون كود مؤقت على ما نبقى نرجع بإذن الله ونشتغل على البروجكت زي ما قلت لما نعمل مشاريع. هبقى أعمل فيديو وأقول لكم إزاي بإذن الله نشتغل على البروجكتس دي. دلوقتي بقى ندخل على آخر حاجة وهو الكونتاكت. آخر قسم هو الكونتاكت. فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بال HTML بتاعه. section هنعمل كلاس ده هنسميه cardis content cardis contact بالشكل ده. تمام، cardis contact يعني نسميها اسم ان احنا نقدر نشتغل عليه. وهنكتب ID هيبقى يساوي برضو contact بالشكل ده، وهنروح قافلين بالشكل دوت كده. وبعديها نيجي نكتب ال H2 بتاعنا الجميل وهنعمل كلاس هيبقى تايتل بالشكل ده. تمام، انا عايز تايتل. وبعد كده نقفل، عايز اقفل ايوه، ونكتب حاجه اللي هي يعني تدل على ان ده قسم بتاع الكونتاكت او كده. تمام، فكتبت الجمله ديت. تمام، وبعد كده نروح عاملين الديف بتاعنا كلاس وهنكتب كونتنت. تمام،
وهنروح قافلين عادي. والمفروض ان احنا هنجيب عدد كروت على حسب احنا عايزين ايه. عايزين مثلا وليكن كارتين، فاحنا ممكن نعمل نسخ للكروت من فوق ونحطهم هنا ونعدل عليهم. طيب فانا عملت هنا هوت 2 كاردز تمام. فنبدأ نظبطه، ممكن نظبط ده مثلا، يعني نبدأ بس نعدل الكلام بسرعة كده. فطبعا يعني مش هكتب رقم الحقيقي، ولكن لو كتبنا هيبقى أي رقم دلوقتي تمام. بالنسبة لدي مثلا هنسميها برضو ايميل، مثلا ايميل بالشكل ده. وهنكتب مثلا اي ايميل برضو، نمسح الكلام ده كده ونكتب اي ايميل برضو كذلك. ايميل لا، انا عايز اكتب الايميل نفسه، فهنكتب اي حاجة مثلا عايز اعمل جيميل مثلا .com مثلا، اي حاجة انا بحط الايميل بتاعي بعدين. طبعا الايكونز عايز اظبط الايكونز عشان نسيت الايكونز، فهنروح لموقع فوت اوسم واظبطها بسرعة. تمام، فكده انا ظبطت الايكونز تمام. فاحنا دلوقتي لو عملنا ريستارت بالشكل ده ونزلنا تحت زي ما انتم شايفين احنا الايميل مش مظبوط قوي. ماشي، الايكون بتاع الايميل لازم نظبطها تمام. ولكن اهم حاجة ان ده اللي ظهر عندنا دلوقتي، ونقدر بقى ان احنا يعني هنعدل على الحجم بتاع الايكون، هنعدل على برضه النص سواء واتساب او البي نفسه، يعني سواء ال H2 او البي. فبرضه الكروت عادي هي المفروض ان هي في صفوف، بس عشان قلت حجم الشاشة. فهنبدأ نعمل تعديلات بسيطة بس قبل ما ندخل على CSS بتاع الكونتاكت. هظبط انا الايكون دي دوت الامر بتاع الصورة بتاعت الايميل، يعني ده الامر بتاع الايكون بتاع الايميل تمام. فلو عملنا سيف دلوقتي كده جينا وعملنا ريستارت، وزي ما انتم شايفين الايكون ظبطت والحمد لله تمام. دلوقتي بقى كده عايزين نروح على CSS ونظبط اخر الحاجات. طيب فهنبدأ نيجي على الكاردز شارت زي ما احنا كاتبينها. طبعا لازم زي ما احنا كاتبينها هنا اهو، زي ما احنا كاتبينها هنا اهو ماشي، عشان احنا بنعمل لها منشن. وبعد كده لا، بس احنا بنشتغل على ايه في الكاردز كونتاكت؟ بنشتغل على الايكون. هنشتغل دلوقتي على الايكون، فهنعمل دوت ايكون وبعدين نعمل القوسين دول. ما ننساش احنا بنشتغل على ايه في الكروت، احنا بنشتغل دلوقتي على الايكون. فاحنا كده بقول له في قسم الكونتاكت تمام، هتلاقي الايكونز بتاع الكروت هتعمل لي عليها الفونت سايز. الفونت سايز بالشكل ده 4.5 EM تمام. وبعد كده هنكتب برضو دوت كاردز كونتاكت عشان هنشتغل على الانفو H3 تمام. لان هنا هوت انا بمنشن بمنشن الكاردز كونتاكت، بعدين بمنشن انفو، بعد كده بمنشن ال H3 او ال B اللي هنيجي عليها دلوقتي تمام. كاردز كونتاكت برضو، بعد كده دوت انفو كده H3 بالشكل دوت، ونروح فاتحين الاكواز بتاعتنا الجميلة. طيب هنعمل ايه هنا هوت؟ هنغير اللون بس. فالكولر غير اللون بس، هخليه بلاك، مش يعني مش هقعد ان انا العب فيه، خليه بلاك عادي حلو تمام. وبعدين اخر حاجة كاردز برضو دوت كونتاكت، بعد كده دوت انفو دوت بي بالشكل دوت واشتغل. بس انا عايز ابقى ديت ثواني، عايز ابقى ديت بالشكل ده تمام. وهنعمل هنا هوت الفونت سايز بإذن الله 1.5 EM بإذن الله بالشكل ده. وكده نكون خلصنا ال CSS بتاعت قسم الكونتاكت. لازم الفونت سايز يكون الفرق بينه حوالي 3 EM، يعني يفضل الأبعاد ديت تمام. فالمفروض إن أنا دلوقتي بالشكل ده لما أجي أعمل ستارت زي ما انتم شايفين الأيكون صغرت والكلام برضو إيه صغر والدنيا تمام. بس
كده هيكون فاضل لنا بإذن الله الفيديو الجاي، هيكون فاضل لنا الفوتر. تمام، وهنخلي الموقع ريسبونسيف، هتعرفوا يعني ايه الموقع هيكون ريسبونسيف، ونبدأ يعني إن احنا نتأكد إن الكورسز تمام. يعني مثلا لما أضغط على كورسز يجيبني قسم الكورسز هنا اهوت، تمام، أو على الأقل إن أنا لما أضغط على الزرار، تمام، الزرار مظبوط. هذه البروجكتس لما اضغط عليها بإذن الله ودي هنظبطها الفيديو جاي يجيبني هنا اهوت، والكونتاكت لما اضغط عليها يجيبني هنا اهوت. أما بالنسبة للكورسز ديت فهيوديني لصفحة تانية، وطبعا يعني دي مش إن أنا هتكلم عليها، دي هعملها يعني خلف الكواليس عادي مع نفسي. بس تقدروا إن انتوا تعملوا صفحة جديدة HTML عادي، يعني مثلا أعمل courses.html وأروح طالع فوق هنا اهوت مثلا مكان الرابط بتاع قسم الكورسز هنا اهوت، وليكن فينه. طيب فعايزين يودينا على الكورس HTML. لو عملنا ملف جديد هنا اهو، هنروح جايين جنب الايه شايف في الهيدر هنا اهوت، تمام، ونروح عاملين بيه الشكل دوت، ونروح كاتبين هتلاقوا مثلا course.html اللي انتوا عملتوه، فهتمنشنوه كده، تمام، وهيشتغل عادي جدا جدا جدا. احنا مثلا ممكن نعمل حاجة تانية هنا اهوت. طيب فأنا ظبطت الكونتاكت، فأنا بضغط هنا اهوت زي ما انتوا شايفين بيجيبلي الكونتاكت، تمام. فكويس إن احنا ظبطنا دي دلوقتي. طبعا أنا بمنشن ديت، تمام، بمنشن دي زيها كده بالظبط. ويفضل عشان تشتغل يفضل إن أنا مثلا يكون كاتب ID زي كده، تمام، عشان تشتغل. يعني أنا مثلا هاجي عند البروجكتس، برضو هاجي عند البروجكتس هنا اهوت واكتب مثلا ID عشان يشتغل، هكتب له ID هيساوي، وأروح واخد كلمة projects هي ديت، طيب أنا كنت كاتبها فوق كده مثلا، وأروح جاي هنا اهوت برضو في الهيدر فين هنا اهوت، تمام، أروح نسخ ديت، تمام. لازم تكون الحروف الكابيتال زيها كابيتال والسمول زيها سمول، تمام. فيعني لازم ناخد بالنا من الحروف السمول والحروف الكابيتال. أنا بعمل إيه؟ ثواني، أنا عايز أعمل بس إيه، بس نعمل دي كده، نروح جايين هنا اهوت نعمل لها كوبي، والايه الشريف نحطها هنا بالشكل ده، تمام. اما الكورسز مش هعمل لها كده، لان انا هعمل لها صفحه HTML جديده تودينا عليها زي ما قلت باذن الله من شويه. فلو عملنا كنترول سيف وجينا هنا اهوت ونعمل ستارت ونضغط على البروجكتس زي ما انتم شايفين وداني للبروجكتس، وبضغط على الكونتاكت بيوديني للكونتاكت، تمام. فبس وصلنا لنهاية الفيديو جاي بإذن الله زي ما قلت هنظبط الفوتر تحت، وهنخلي الموقع ريسبونسيف. وطبعا الأرقام دي مش حقيقية والجيميل ده مش حقيقي، بظبطها أنا بعدين. فبس أشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة، والنهاردة عندنا آخر حلقة من كورس ال HTML بتاعنا، وهو الحلقة الخامسة بإذن الله. فما تنسوش اللايك والاشتراك، وبسم الله الرحمن الرحيم يلا نبدأ على طول عشان الفيديو بإذن الله ما يكونش طويل. فهنبدأ بالفوتر على طول بسم الله كده. طيب فطبعا احنا هنعمل الفوتر بتاع الموقع، وبرضه هنخلي الموقع ريسبونسيف، وهتعرف يعني ايه ريسبونسيف شوية كده. لا نكتب الأول الفوتر ونبدأ في الفوتر بتاعنا. فالفوتر سريع هنعمله كلاس، نكتب فوتر بالشكل دوت، وهنروح قافلين بالشكل ده، حلو. بعدين هنروح كاتبين بسرعة بالشكل ده بي كلاس تايتل بالشكل دوت، وهنكتب. طيب لو جينا للمثال، فلما ننزل تحت كده هوت ماشي، المفروض ان دوت هيبقى التايتل بتاعنا، تمام، ودوت السبين بتاعه، وهنعمل السوشيال ايكونز في السريع. طبعا هو كان في فراغ هنا، بس احنا هنظبط الفراغ دوت في ال CSS في الموقع بتاعنا، يعني متقلقوش. طيب فالتايتل هنا هوت هنكتب التايتل بتاعنا وليكن كوبي رايت بالشكل ده، لا كوبي رايت 2026، تمام، ونعمل اد، تمام. بعد كده نروح عاملين سبين
عشان الحتة الجاية ديت السبين عايزين نعدل عليه لوحده، عايزين نعدل على كلمة معينة لوحدها، فطبعا احنا متعودين عشان نعمل كده لازم نعمل سبين. فسبين بالشكل دوت، ونروح كاتبين اسم الموقع كويس اوي. وبعد كده هنروح عاملين القسم بتاع السوشيال ايكونز، فهنكتب div بالشكل دوت div class اقفل الكابس لوك. تمام. social icons صح كده. تمام. وبعدين هنروح قافلين كده. تمام. وهنجيب من الهيدر السوشيال ايكونز اللي كنا عاملينها قبل كده، او ممكن نكتبها تاني، بس احنا هننسخ الجزء بتاع الروابط من هنا اهوت وخلاص. انا نسخت الديف بس مش مشكلة، نبقى نمسح الديف ديت بعدين، بس احنا ممكن نيجي لتحت. تمام. بالشكل دوت، وهنيجي لتحت هنا نروح عاملين كده، نروح مسحين الديف ديت. تمام. فاحنا دلوقتي لو عملنا سيف وجينا نفتح الموقع بتاعنا، طيب فده الموقع بتاعنا. لو جينا نزلنا لتحت، هو طبعا لسه هنظبطه ب CSS. تمام. بعيدا عن المنظر، بس ادي السوشيال ايكونز وادي الكلمة الكبيرة، بس انا عايز ازود خليها كوبي رايتس. تمام. عايز اخلي دي كوبي رايتس. تمام. فكده خلصنا في السريع ال HTML بتاع الفوتر، فندخل على ال CSS بتاع الفوتر برضو. طيب فبسم الله نكتب دوت فوتر بالشكل دوت. لا انا عايز اعمل قوسين، منساش القوسين. ماشي. الباك جراوند كولر هخليه اللون ده دارك، في واحد اسمه دارك ستيل بلو او سليت بلو، دارك سليت بلو هو ده. تمام. وبعد كده نخلي الكولر بتاع الكلمة نفسها، طبعا احنا كنا بنعمل الكولر بتاع الباك جراوند، نخلي الكولر بتاع الكلمة نفسها وايت، مش هنتفلسف فيه كتير برضو. وبعد كده هنروح جايين عند البادنج. طبعا ما تنسوش الفيديو بتاع الفروقات، تمام، اللي انا نزلته بعد الفيديو الاخير. تمام. ما تنسوش الفيديو ال50 ثانية البسيط دوت اللي انا كنت عملته. وبرضو اتمنى ان انتوا تكونوا دخلتوا سيرفر ديسكورد وشفتوا تغييرات يعني او الفروقات، يعني اكدتوا عليها برضو. تمام. تمام. طيب فالبادنج هيبقى 2 EM بالشكل دوت. تمام. الديسبلاي هيبقى فليكس. تمام. بالنسبة للجاستيفاي كونتنت، وقلنا ايه الفرق بين جاستيفاي كونتنت والالاين ايتمز برضو. تمام. فالجاستيفاي كونتنت في السريع هيبقى سبيس بتوين. كويس اوي. بعدها هنظبط الويتس، فالويتس بالشكل دوت، والويتس عشان يبقى مفيش مشكلة هنخليه 122 و2 من 10 122.2. ماشي بالشكل دوت. تمام. وطبعا لو في مشكلة في الويتس تقدروا انتوا تظبطوه برضو من عندكم. تمام. كده خلاص خلصنا الفوتر نفسه. هندخل على الفوتر تايتل، ندخل على التايتل نفسه اللي هو الكوبي رايت سبين. تمام. تمام. هندخل الاول على حكايه الكوبي رايت 2026 دوت، بعد كده هندخل على السبين اللي هو اسم الموقع اساسا يعني. تمام. فدوت فوتر تايتل. تمام. وبعد كده نفتح قوسين بالشكل دوت، وبعد كده هنخلي الفونت سايز بتاعه 1 EM بالشكل ده، وبعد كده هنخلي الفونت ويت بتاعه 600. تمام. كده ظبطنا بس الابعاد بتاعه الفوتر تايتل. طب احنا عايزين ندخل على الفوتر تايتل سبين دوت فوتر تايتل سبين بالشكل دوت، وهنروح فاتحين قوسين برضو. فالكولر هخليه حاجة اسمها كودد بلو. طيب فلقيت اللون تمام. طيب
فطبعا الفوتر تايتل سبين هيشتغل على ابعاد الفوتر تايتل عادي جدا جدا جدا، لانه في الاخر تايتل برضو. تمام، ولكن انا قلت له جزء السبين دوت غير لي اللون بتاعه بس. فانا كده خلصت الفوتر سبين. فكده ندخل على اخر حاجه واللي هي دوت فوتر، ماشي، دوت سوشيال ايكونز. سوشيال ايكونز نظبط بس السوشيال ايكونز في السريع بتاعت الفوتر. فون سايز 1 EM بالشكل دوت. تمام، وبعدين هنخلي البادنج طيب. فظبطت ابعاد البادنج اهوت، خليتها 0 0 12 بيكسلز و0 برضو. تمام، فكده خلصنا الفوتر، ويتبقى حاجه اسمها ريسبونسيف. بس تعالوا الاول نشوف الفوتر بتاعنا بقى شكله عامل ازاي. طيب، فالويتس زي ما انتم شايفين يعني غيرته وخليته القيمه ديت. تمام، وظبطت الويتس بتاع الموقع كله عشان يبقى بالشكل دوت. تمام، هو في سكرول هنا هو رخم بس مش مشكله قوي، السكرول الافقي ده بس مش مشكله كبيره. تمام، فطبعا في ملفات كتيره هنا هو انا حطيتها لان انا بدات اكمل الموقع خلف الكواليس كده. فهندخل على حاجه دلوقتي. بمناسبه خلف الكواليس، ثواني، لان انا خلاص مش هظهرها في الكورس يعني، فبعملها مع نفسي خلاص، لان الكورس كده خلص كاساسيات يعني. دي يعني تقدر بقى انت يعني كمبرمج تعمل الحاجات دي براحتك دلوقتي. عايز اقول معلومه يمكن حد يحتاجها، وهو ان انت تقلب الزرار اخليه ينقل لصفحه تانية. يعني ايه ينقل لصفحه تانية؟ يعني انا دلوقتي مثلا عندي الموقع اهو، لو رحت الكورسز مثلا عندي اختار كورس الويب ديفلوبر اللي احنا بنشتغل عليه. الفيديوهات الجايه هنكمل بايثون باذن الله. المهم ان احنا نضغط على فيو نقلني على الحلقات دي مثلا. طيب، فازاي اعمل النقله دي؟ ازاي اخلي الزرار ينقلني ل HTML تاني؟ فانا لو جيت على الويب ديفلوبر هنا اهوت تلاقوني عامل حركه ان انا عامل شريف. تمام، HREF، وممنشن صفحه ال HTML اللي هي ديت اللي انا عاملها. تمام، وكاتب كلاس مين بوتون، وكاتب النص بتاع البوتون. تمام، فدي طبعا لازم تكون من ضمن الانفو. تمام، ومن ضمن طبعا الديف بتاعت الكونتاكت. تمام، يعني جواها، وتحديدا هتيجي بعد البي وتكتب السطر ده كده اهوت وتمنشن الصفحه اللي انت عايزها. فدي معلومه ممكن حد يحتاجها. المهم والاهم ان احنا ندخل على الريسبونسيف. طيب، قبل بس ما ندخل في القيم ديت اللي انا خليت شات جي بي تي يعني يظبطها على حسب، بحيث ان هي تكون قيم اقل من القيم اللي انا عاملها في CSS، وهنفهم ليه دلوقتي. المهم ان احنا نفهم فكره الريسبونسيف بيتعمل بحاجه اسمها ميديا. تمام، بيتعمل بحاجه اسمها ميديا. بنكتب سلاش ميديا بالشكل ده، وبنفتح قوس وبنقول له الماكس ويتس ب 1023 بكسل. يعني اي حاجه، اي شاشه 1023 بكسل او اقل طبق لي عليها الحاجات ديت. وبعد كده قوس بالشكل دوت زي ما انتم شايفين، ونكتب مثلا الهيدر، نفتح قوس بنفس الشكل ده. مثلا نكتب البادنج هنا اهوت انا عامل 12 بكسل في 20 بكسل مثلا وليكن. وبعد كده بنظبط الحاجات ديت. تمام، وبنيجي على يعني نعمل ميديا كمان للشاشات اللي هي 641 بكسل فاقل ونظبطها. والفليكس دايركشن يبقى رو. تمام، اي فليكس دايركشن يبقى رو عشان شات جي بي تي بيعملها كولوم، فدي ملحوظه يعني خلوها رو افضل. تمام، عشان الدنيا ما تبصش. و بالنسبه لهنا اهوت برضو بنيجي نعمل ميديا تالتة ونظبط على الشاشات الماكس ويتس بتاعها يكون 300 بكسل او اقل. تمام، فالميديا اسمها ميديا كويري. بنعمل حاجه اسمها ميديا كويري، هي دي طريقه عمل الميديا كويري. السطر ده كده بالاقواس بتاعته. تمام. طيب، كده احنا نكون فهمنا نوعا ما، بدأنا نفهم يعني ايه الريسبونسيف اللي انا عملته دوت. تمام، نفهم اكتر شويه.
دلوقتي الموقع بتاعي لو انا جيت عملت الثلاث نقط دول وجيت عند وليكن ماي تولز، ايوه، و ديفلوبر تولز، تمام. لو ضغطت على علامة الشاشة اللي هي كانت شغالة اساسا من الاساس، طيب ده مثلا هيكون شكل الموقع على الايفون اس اي مثلا وليكن، تمام. فهو طبعا هنا هو مش رو خالص الموضوع يعني، تمام، لان الشاشة صغيرة فمش هشتغل الرو. طيب لو جينا نشتغل على مثلا، لو شغلت الموقع على سامسونج جالاكسي A5 او A71 مثلا، هيكون ده شكل الموقع، تمام جدا. فهتلاقوه ظابط على اغلب التليفونات يعني، تمام. فعشان كده يعني المفروض القيم اللي انا خليت شات جي بي تي يعملها ديت، او خليت الذكاء الاصطناعي يظبطها، انا اديته CSS كله وقلت له اعمل الميديا بتاعها بقيم اقل شويه تناسب الشاشات. طب ايه القيم وايه الكلام ده كله؟ مثلا انا دلوقتي كنت عامل الهيدر فوق، لو رجعنا عند الهيدر فوق، او مثلا البادي، بس احنا مكناش شغالين على البادي فعشان نفهمه اكتر نوعا ما، نيجي على المين المين H2 مثلا وليكن انا عاملها بالنسبه للشاشات اللي هي 641 بكسل فاقل مثلا، كنت يعني عملتها هنا 1 او شات جي بي تي عاملها 1 بالنسبه للمين H2 فونت سايز 1 طيب المين H2 احنا كنا عاملينه فوق كام اصلا من الاساس؟ لو طلعنا فوق المين H2 كنا عاملين الفونت سايز 1.4 تمام. فطبيعي ان تحت يكون اصغر شويه عشان الشاشه اصغر، تمام، اقل من 641 بكسل. فدي يعني نفس الحكايه، تمام. هي دي الفكره باختصار، ان القيم تبقى اقل شويه بحيث ان الموقع يبقى شكله حلو. فانا بالظبط اديت CSS كله للذكاء الاصطناعي او شات جي بي تي، قلت له ظبط لي انت القيم ديت وخليها بقيم اقل بحيث ان هي تناسب الشاشات وتتعمل ريسبونسيف. بس الريسبونسيف عايزه مناسب برضو للCSS، يعني لازم تقول له كده عشان ما يطلعش قيم غلط. وبرضو اي فليكس دايركشن هو بيعملها كولوم تخليها انت رو، تمام. بس طبعا طبيعي ان جاستيفاي كونتنت مثلا نافيجيشن خليتش جاستيفاي كونتنت سنتر، او هو اللي خلاه سنتر، احنا عايزينها كده، عايزين الويدث 100%. الجاب كنا عاملينها فوق 20 بكسلز على ما اظن، هو الهيدر عمل الجاب بتاعها 10 بكسلز، تمام. لازم يقل شويه طبيعي عشان الشاشه. فبس هو ده الميديا كويري، هي دي فكرته، عشان الموقع يبقى شغال على كل الاجهزه، تمام. فبس اظن مفيش حاجه تاني غير ان انا عملت بعض التعديلات برضو في الموقع هنا وعايز اقولها. طيب فبالنسبه انا كنت قلت ان انا عدلت الفوتر ويدث، صح؟ عدلت انا عدلت كمان السكشن بادنج، تمام. فالسكشن بادنج هنا خليت 100 بكسل ل 50 بكسل، هنا 100 بكسل و50 بكسل، تمام، عشان الموقع الويدث بتاعه يبقى ظابط احسن من الاول يعني. فبس هي دي التعديلات البسيطه اللي عملتها، وكده خلصنا الموقع بتاعنا رسميا وخلصنا الكورس. فبس اتمنى ان انتوا تكونوا في سيرفر الديسكورد، عشان ممكن نقول برضه ملحوظات زياده يعني الناس بتحتاجها او كده، زي ملحوظه ان انا اخلي الزرار ينقلني لصفحه HTML تانية، دي قلتها على فكره في الديسكورد برضه. اتمنى ان انتوا تدخلوا الديسكورد برضو، اتمنى ان انتوا تتابعونا على قناة الواتساب في الوصف. وبس اشوفكم في فيديو جديد او في كورس جديد بقى. خلاص خلصنا ال HTML و CSS. باذن الله الفيديوهات الجايه هنكمل بايثون زي ما احنا عادي، وبعد كده بحيث ان احنا هنخلص مستوى اول بايثون، تمام. وبعد كده ممكن ندخل في الجيم ديفلوبمنت ولا حاجه، ولكن بالنسبه لكورس ال HTML احنا خلصناه الحمد لله. فبس اشوفكم في فيديو جديد وفي كورس جديد. سلام.